ترحب بكم أم شوشو يا أحلى وأغلى متتبعات، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. الوصفة نتاعنا اليوم حاجة هايلة، حاجة جديدة تحفة، شكل جميل جدا، والبنة أكيد مضمونة دائما مع وصفات أم شوشو. راح نحضروا هذا المعسلة بهذيك الحشوة اللي زادت لها بنة على بنة. طريقة التشكيل مهمة جدا، لازم تتبعوا الفيديو كباش تشكلوا، رغم أنها راهي بسيطة جدا في المقادير، وأيضا طريقة التحضير سهلة. واللي دخلت جديدة مرحبا بك حبيبتي، ما تنسايش اشتراك في القناة وفعلي الجرس يصلك كل جديد، وما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب دائما. بارك الله فيكم. ووصفتنا نبداوها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المقادير وطريقة التحضير تبعوا للأخير، هيك تنجحوا فيها لأنها تستاهل حبيبتي أنك تحضريها، بما أنه شكلها جميل وأيضا حاجة جديدة. دائما أم شوشو تحاول تجيب لكم الوصفات الحصرية والجديدة، هيك تستفادوا وتنوعوا في الوصفات نتاعكم. عندنا 4 كيلات نتاع الفارينة، أنا كيلت بهذا الكاس، وانتي حبيبتي تحبي ديري كمية كبيرة ديري كيلة نتاعك كبيرة، زائد رشة ملح زائد لافاني. ونضيف هنا ملعقتان من الخل اللي عندك. انا هذا خل الاحمر، اذا عندك الابيض من الاحسن ديري الخل الابيض. عندنا هنا كاس الا ربع نتاع المارغرين ذايبه وبارده، نفس الكاس يعني نفس الكيلة اللي تكيلي بها ديري كيلة الا ربع. هنا تحبي تبدلي المارغرين بالسمن، ولا تخلطي المارغرين مع الزيت، ولا ديري المارغرين فقط المارغرين لازم تذوبيها وتخليها تبرد شويه وتصفيها من الماء اللي يكون فيها، لانه الماء هذاك راح يزيد في الكيله، والحلوه نتاعك ما تجيش هشيشه وخفيفه، لانه الماء راح يزيد لك في الكيله، هكا تجي البسوس نتاعك ناقصه. والان نخلط هذا المكونات. هنا نورمالمون نحط او من المفروض نحط الكاوكاو. هنا عندي كاس الا ربع نتاع كاوكاو محمص ومطحون رطب. نورمالمون تحطوه في البدايه في المواد الجافه، نسيته. المهم اني ضفته الان، يعني نحتاجه كاس الا ربع من الكاوكاو يكون محمص جيدا ومطحون رطب، باش يعطينا هذيك البنه المميزه في هذا المعسل نتاعنا. ونخلط. والان راح نلم العجينه بماء الزهر، ولا تقدري تخلطي شويه تاع ماء الزهر مع الماء. هنا الماء ما نحتاجوش بزاف، هنا عندي ربع كاس فقط نتاع ماء الزهر، وتحطيه بالتدريج. العجينه هذه ما لازمش تكون بلوله ولا جاريه بزاف، لازم تكون بين هكا باش نقدروا نشكلوها. دائما هذه المعسلات ولا سواء القريوش ولا لازم يكون العجين القوام نتاعو متماسك نوعا ما، خاصة اللي راح نشكلوهم. أكيد يعني ما تكونش ناشفة، لأنه أيضا العجينة إذا ناشفة ما تجيكش مبسة، ما تجيكش خفيفة. والآن بعد ما لميت هنا تحاولي تعجني شوية العجينة، هكا تكون باينة باللي راهي معجونة، كل المواد يعني يتخلطوا مع بعض. نغلفها ونخليها ترتاح شوية، ونجيو هنا للحشوة. الحشوة عندنا 3 كيلات نتاع الكاوكاو محمص مطحون رطب، نضيفوا له نصف كيلة، الكيلة نفسها اللي تكيلي بها نفس كيلة نتاع السكر عادي، نضيفوا نكهوها بالقرفة، واللي ما تحبش القرفة تحط لافاني، ونلمهم بماء الزهر. لازم الحشوة نتاعنا ايضا ما تكونش جارية بزاف، تكون عاقدة. والآن نرجعوا للعجينة، نفتحها، نستعين دائما بالفرينة، نفتحها. السمك نتاعها هنا يكون سمك رقيق، لازم ترققيها. درك تبعوا كيفاه نشكل هذا شكل الحلوة نتاع حبة نتاع الحلوة، شكل هايل حقيقة ومميز جدا، خاصة اللي يحبوا هذه الوصفات اللي شكلها يعني مميز، شكل يعني يلفت الانتباه. دائما في الوصفات نتاعنا نقدروا نحضروها معسلة رمضانية في سهرة رمضان، ولا حتى للمناسبات ولا في الأعياد. المهم أنها بنتها بنة مع هذه الحشوة. والحشوة يعني تقدري اللي عندها المكسرات، أي نوع من المكسرات تضيفوا للحشوة. أنا هنا استعملت الكاوكاو. دائما الكاوكاو يعني هو بنين ومتوفر يعني عند الجميع، ما نحبش نعقد الأمور غالياتي. واللي تحب يعني تحط أي نوع من المكسرات،
معليش حبيباتي، المهم نعطيكم الفكرة وانتم أكيد كل وحدة ومقدورها. طريقة التشكيل راهي واضحة هنا كما تلاحظوا. عندنا الطبقة الأولى نحط كمية من هذه العقدة ولا هذه الحشوة نتاع الكاوكاو ونغطيها بالورقة الثانية، وهنا نستعين بالشوكة ولا بهذه الفرشيطة، والآن نشكل الحلوة بكل سهولة. لاحظوا غالياتي في الطريقة. هنا راني سرعت شويه لانه الفيديو راح يجيني طويل بزاف غالياتي، وانا ما نحبش نطول عليكم، نحب اني نفيدكم ولكن باختصار. لاحظوا في الطريقه، المهم انك تضغطي جيدا بهذه الطريقه. وهنا عندنا بابي ألمنيوم. لازم حبيبتي هذه الخطوه ولا هذه اللمسه هكا باش ما يتفتحولكش ويبقى الشكل نتاع الحلوه كما راهو، يعني ما يتغيروش. هنا تضغطي جيدا وتغلقي هذه بورق الألمنيوم وتطيبيه، ومن بعد راكي تنحيه. ان شاء الله نكون واضحه. هو الفيديو راهو يشرح نفسه احسن، وانا نحب نوضح غالياتي. لاحظوا في الطريقه اللي تغلقي بها، فقط لازم تضغطي جيدا وتشكلي كانها حبه نتاع الحلوه، تجي من اروع ما يكون. يعني وصفه من وصفات ام شوشو، دائما نحب نفيدكم غالياتي، لانه حقيقه الجمال في البساطه والجمال في الابداعات نتاعك ولمستك الخاصه. هنا نتوما اكيد راح تتقنوها احسن واحسن. دائما ام شوشو مع التصوير راهي تتعب، يعني نحاول نوصلكم الفكره والمعلومه، وانتي اكيد حبيبتي راح تشكليها وتتقنيها وتجي ما شاء الله. لانكم متتبعات ام شوشو انا متاكده راكو فنانات ومبدعات. لاحظوا في طريقه التشكيل بهذا الشكل، حاولي تضغطي جيدا باش تشكليها الشكل اللي نحتاجوه، على اساس انها حبه نتاع الحلوه. ونحط لها هذا بابي ألمنيوم او ورق الألمنيوم باش ما تفتحش كي نقلوها في الزيت، مهم جدا غالياتي. نشكل الحبات نتاعي كامل. هذه العجينه راهي تحط لك ولا تتحصلي على كميه ما شاء الله، يعني تقدري تضاعفي المقادير اللي عندها مناسبه ولا. ونقليهم بعد ما تسخن الزيت، نحاول اني نقصلها شويه. هنا راهي تطيب من داخل، يعني تطيب حتى للقلب، خاصه اذا كان رققتي العجينه نتاعك. ما لازمش تكون خشينه لانهم زوز طبقات مع بعض، اكيد لازم العجينه تكون رقيقه. ونقليهم، والان بعد ما نقليهم راح نعسلهم مباشره. هنا انا حبيت، هنا راني الوعاء نتاعي راه هو ضيق، من بعد راني درت فيه وعاء كبير وعسلتهم كامل. انت اكيد حطيهم في العسل ماذا بك يعني وهما سخونين. هنا درك نعسلهم كامل ونشوفوهم في شكلهم النهائي. معسلات من اروع ما يكون، شكل جديد، شكل راقي. والبنه واش نقول لكم مع هذه الحشوه، اكيد حبيباتي راح تحضروها وتشوفوا النتيجه وتعتمدوها في سهرة رمضان ولا في مناسباتكم ولا في الأعياد. لاحظوا في شكلهم ولا أروع، شكل جديد، شكل راقي وجميل، مع اللمسة اللي دائما من لمسات أم شوشو. يعني هذه الشرائط ذهبية نحاولوا أننا نربطوهم هكا باش يعطيو الشكل المميز لهذا الوصفة نتاعنا. هذه هي، لاحظوا في شكلها. درك الحبة أكيد لازم نقسم لكم غالياتي هكا باش تتأكدوا من نجاح هذا الوصفة، لأنها هذه الوصفات لازم يكونوا مبسين، يكونوا خفاف، يكونوا طريين. شوفوا فيها كيفاه جات ما شاء الله، حقيقة تستاهل التجربة. والآن درك نقسمها. تبعوا غالياتي، راهي خفيفة، تذوب في اليد قبل من الفم. وصفة من أروع الوصفات حقيقة. هذه هي وصفتنا غالياتي، إن شاء الله نكون أفدتكم، وأنا متأكدة حبيبات على زر الإعجاب. بارك الله فيكم، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.